بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. في خطأ بيحصل عن طريق السهو أو عن طريق الاعتقاد الخاطئ في استخدام الأدول نقط والأدول شراب أو الأدول نقط وأي دواء للسخانة، نفس المادة الفعالة بتاعت الأدول زي الباراسيتامول أيا كان، يعني فيفادول أو ديفادول أو أيا كان. إيه هو الخطأ وبيحصل إزاي ونتفاداه إزاي وممكن يؤدي لإيه؟ هذا الخطأ قد يؤثر على الكبد. الخطأ جاي من اعتقاد إن النقط دي بمناسبة للرضع، فبالتالي هي مناسبة للأكبر من الرضع. يعني النقط دي معمولة للرضع من سن 10 أيام. قبل 10 أيام لابد من استشارة الطبيب، استشارة يعني حذرة واستشارة بتركيز، تمام، لحد سنتين، من 10 أيام لحد سنتين. والشراب أيا كان ما زي ما قلت لحضراتكم، أدول أو غير الأدول، بيستخدم من السنتين فما فوق. الخطأ بيحصل إزاي؟ بيكون في مثلا طفلين في البيت أو 3 أو الكلام، أو نفس الطفل وكان بيستخدم له مثلا الأدول، فجأة مثلا علبة السخانة خلصت وهو عنده نقط أدول في البيت. فهو طبعا الاعتقاد العادي لأي شخص عادي إن النقط دي للرضع، فبالتالي طالما هي آمنة للرضع من وجهة نظره هتكون آمنة للأطفال، تمام. لكن الكارثة في أن 1 ملي من النقط يحتوي 4 أضعاف ما يحتويه 1 ملي من الشراب. يعني اهو الباراسيتامول في 5 ملي هنا، يعني كل 5 ملي من الشراب تحتوي على 120 ملي من المادة الفعالة اللي هي الباراسيتامول. أما هنا في النقط ال1 ملي اهو ملي باراسيتامول 100 ملي جرام لكل ملي، يعني 1 ملي بيحتوي على 100 ملي جرام من الباراسيتامول. يعني هنا 1 ملي من النقط بيحتوي 4 أضعاف 1 ملي اللي بيحتويه الأدول شراب. يعني بكل بساطة في الأدول شراب هتلاقي 120 مثلا على 5 اهو بيحتوي على 24 ملي فقط، بينما هنا 1 ملي بيحتوي على 100 ملي جرام من الباراسيتامول. طبعا أي حد هيقول لك دي نقط، فالنقط مناسبة للرضع فبالتالي مناسبة للأطفال. طب ليه النقط دي بالرغم انها للرضع تركيزها اعلى؟ لانه بكل بساطة المعدة بتاعة الرضع مش بتستحمل السوائل الكثيرة، فبالتالي بيبقى تركيز المادة الفعالة مركز في حجم السائل او حجم السيرب اللي بياخدوه او الدروبس يكون اقل. فممكن طبعا الناس الخطأ بيقع هنا 5 ملي، بتكون الجرعة 5 ملي وهو عارف انه القطارة 1 ملي فاروح يديله 5 قطرات. فياريت يعني ناخد بالنا من هذه الجزئية. حفظنا الله وإياكم وحفظ ولادنا ولادكم من كل سوء وشر. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.